لو انت ما تعرفش فالبث المباشر هو يعتبر من اكتر واسرع الحاجات اللي بعد فضل الله سبحانه وتعالى هتخليك تجيب ال 4000 ساعة مشاهدة وال1000 مشترك حرفيا زي الهوا. البثوث المباشرة هي اكتر حاجات انت تقدر تلم بيها ساعات حرفيا، وعشان اهميتها وعشان ان انت ببساطة شديدة لازم نستغلها احنا كمنشئين محتوى احسن استغلال، عشان ببساطه شديده تقدر تزود ساعاتك، كان لازم اعمل الحلقه بتاعت النهارده. والحلقه بتاعت النهارده دي هعرفك ازاي بعد فضل الله سبحانه وتعالى تعمل بث مباشر احترافي بالكامل من تليفونك بس. يعني مش هنحتاج كمبيوتر ومش هنحتاج معدات كبيره، هو تليفونك فقط لا غير. وعشان في بعض الاخوه سالوا اكتر من سؤال في موضوع البث المباشر فهنجاوبهم دلوقتي. محمد يا علاء، هو البث المباشر الطولي او العرضي بيتحسبوا في ضمن الساعات؟ مفيش مشكله، سواء كنت عامل بث مباشر بالطول او بالعرض الساعات بتتحسب. ولو ان انا من وجهه نظري افضل ان البث بتاعك يكون بالعرض، ده من وجهه نظر، عشان ببساطه شديده لما يظهر على الصفحه الرئيسيه تظهر الصوره المصغره اللي انت حاططها في البث المباشر. انما لو انت عامل البث بالطول هتظهر صوره شكلها مش ظريف. فانا من وجهه نظري لو تقدر تعمل بث مباشر بالعرض مش بالطول، يعني وانت بتصور البث المباشر تخلي التليفون بالعرض، يبقى احسن بكتير. فالحلقه بتاعت النهارده اتاكد ان انت هتتابعها من اول ثانيه لاخر ثانيه، لان بعد فضل الله فعلا هخليك تطلع بث مباشر احترافي من تليفونك بس. طيب يا شباب، كل اللي علينا عشان نطلع جودة بث مباشر احترافي ونعمل بث مباشر احترافي من الألف للياء، كل اللي على حضرتك ببساطة شديدة إنك هتخش على تطبيق اليوتيوب نفسه، مش استوديو يوتيوب. يعني ما تخشش على استوديو يوتيوب ده وتخش على تطبيق اليوتيوب. بعد ما تخش على تطبيق اليوتيوب حضرتك هتقوم دايس على علامة الزائد اللي تحت دي. فببساطة شديدة زي ما انت ما شايف كده، هو هيقول لك عايز تعمل فيديو قصير ولا عايز ترفع فيديو ولا عايز بث مباشر. هقول له حضرتك أنا عايز بث مباشر. تمام. في البداية خالص البث المباشر اللي انت عايزه، هو في البداية هو دلوقتي مشغل الكاميرا الأمامية بس أنا طافيها. أنا دلوقتي هجيب الكاميرا الخلفية بس عشان يكون الأمور واضحة لكم. تمام، أهو زي ما انتم شايفين كده أهو، ده كده أنا كده فاتح الكاميرا الخلفية. تمام. هنا بيقول لك ببساطة شديدة من علامة القلم ده، أول حاجة نيجي عندها. انت حضرتك عايز تعمل عنوان للبث، طبعا لازم تكتب عنوان للبث. ممكن تكتب عنوان البث او عنوان الحاجه اللي انت بتتكلم عليها، ممكن تكتب عنوان مثير للجدل. يعني زي مثلا اكتب يا جماعه مثلا حصل معايا حاجه مهمه النهارده، ونحط كده ايموجي مثلا اللي هو الايموجي ده، لا مش القهوه، اللي هو الايموجي ده. فانا كده بقول للناس يا جماعه النهارده حصل معايا حاجه مهمه قوي. تمام. طبعا الناس هيبتدوا لما يلاقوا عنوان جذاب زي كده هنبتدي بقى نخش في مناقشات، إيه طب يا نهار ابيض حصل ايه ما حصلش ايه وهكذا. طيب، من فوق من علامه القلم دي لو دوست هنا اهو ببساطه شديده اقدر اختار صوره مصغره للبث بتاعي. يعني لما ادوس من هنا واعمل تحميل صوره مصغره، لو عندك صوره خاصه بيك هتدوس عليها. انا مثلا وليكن هختار الصوره دي، بس طبعا انت تكون مجهز صوره في الفوتوشوب. يعني انا عشان بس الشرح وكده فهختار اي صوره وخلاص. تمام. بعد كده هو مستوى العرض، هل عايزه علني ولا عايزه للاعضاء بس؟ طبعا الاعضاء بس دي لو انت مفعل الربح. تمام. يعني لو انت مفعل ربح ببساطه شديده تجي لك الاعضاء. طب لو انت مش مفعل ربح هيقول لك يا علني يا غير مدرج. طيب يعني ايه علني؟ يعني هيظهر للناس كلها. ويعني ايه غير مدرج؟ اللي هي اللي تحت هيظهر للناس اللي معاها رابط البث بس. يعني لو في 5 اشخاص معاهم رابط البث ده، انتوا ال5 بس اللي هتقدروا تشوفوا البث. فاحنا هنخليه علني، ده احسن اوبشن وافضل اختيار. بعد كده البث بتاعك مخصص للاطفال ولا مش مخصص للاطفال؟ هقول له لا مش مخصص للاطفال. تختار هنا اهو. بعد كده نرجع لورا، يقول لك طيب حضرتك انت دلوقتي عايز تكتب وصف في البث بتاعك. انا عن نفسي في وصف مثبته في القناه فهو بيتكتب في اي بث اوتوماتيك. طيب هنا الموقع الجغرافي، عايز تضيفه ضيفه، مش عايز براحة راحتك. تمام. لما ندوس على التسجيل الرقمي للشاشة هيبتدي يسجل الشاشة. يعني لو دوست هنا اهو فببساطة شديدة هو كده هيسجل الشاشة. طبعا ده يفيد الناس اللي بتلعب بابجي او بتلعب فري فاير او اللعب دي، لانه ببساطة شديدة بيبقى بيسجل نفسه وهو بيلعب. انت فاهم الفكرة من فيها؟ انا عن نفسي هقول له لا ملهاش اي. طبعا انت في حاله ان انت مثلا بتسجل لعبة هتقول له عنوان اللعبة مثلا وليكن بابجي. انا هوريك بس مثلا برضه عشان ايه تبقى انت فاهم اهو، بابجي. تمام. ده في حالة إني باسجّل لعبة. طب مش باسجّل لعبة، هاقفل خالص وأقفل دي. طيب، من هنا أهو ببساطة شديدة أنت دلوقتي ممكن عندك حاجة جميلة برضه في حوار البث ده، إنك تقدر تحدد موعد للبث. يعني إيه؟ يعني مثلًا أنت النهارده هتعمل بث مباشر الساعة 08:00. فأنت دلوقتي لو عملت كده أهو ودوست هنا أهو وحددت النهارده يوم 9 النهارده يوم 28 وحددت مثلًا إن البث الساعة 08:00 مساءً اللي هو 20:00 بالليل، فببساطة شديدة هيظهر للناس كلها اللي عندك في قناتك يا جماعة إن محمد علاء هيفتح بث الساعة 08:00 فانتظروه.
فهمت الفكره ما فيها؟ انا طبعا براحتك، عايز تشغلها شغلها، مش عايز تشغلها براحتك. طبعا تقدر تحدد اي يوم يا كش تعملها الشهر الجاي، بعد 5 شهور، راحتك، شوف اللي انت عايزه. بعد كده هتيجي على الاعدادات المتقدمه، ومن الاعدادات المتقدمه تقدر تقفل المحادثه وتقدر تفتحها. يعني ايه؟ يعني ببساطه شديده لو قفلت المحادثه كل الناس اللي هيخشوا محدش هيقدر يبعت لك اي حاجه ولا حد هيقدر يتكلم معاك. انما لما افتح المحادثه دي ببساطه شديده الناس كلها هتقدر تتكلم معايا. طيب الاوبشن اللي بعديه ده عادي ما فيش مشكله، هتلاقيه اللي هو عرض الترتيبات في قائمه الاعضاء. دي ببساطه شديده دي للناس اللي مفعله ربح. طيب لو دوست هنا اهو كده ببساطه شديده انا فعلت الربح في البث. يعني لو انت حضرتك قناتك مفعله ربح والاوبشن ده كان مقفول، لا هتفتحه عشان البث تبتدي تتربح منه. كل ما البث يكون شغال كل ما انت بتتربح طالما البث شغال. لو انا فعلت الاوبشن ده ببساطه شديده يبقى البث ده انا عامله اعلان ترويجي لحاجه. يعني مثلا انا مثلا شركه فلان الفلاني كلمتني وقالت لي افتح بث مباشر اتكلم على المنتج بتاعنا، فانا بعرف اليوتيوب يا يوتيوب والله انا دلوقتي انا البث ده انا واخد فيه فلوس وعامل اعلان فيه لشركه معينه. طبعا في حاله ان انت عامل كده، مش عامل كده اقفل الموضوع ده وكانك ما شفتهاش. بعد كده ببساطه شديده ده اهم حاجات، يعني دي اهم الحاجات اللي انت هتحتاجها. وبكده يا شباب اكون علمتكم بعد فضل الله سبحانه وتعالى ازاي تعملوا بث مباشر من الالف للياء، سواء كانت قناتك مفعله ربح او حتى مش مفعله ربح. وافتكر دايما ان شرط ال 4000 ساعه هو بيعتمد على ذكائك بعد فضل الله. وصل على حبيبك النبي وقدر تعبي ومجهودي بانك تشترك وتعمل لايك. سلام عليكم.